طري ولذيذ مع كب كيك الفراوله، هتقومي من حلاوتها تعمليها. السلام عليكم، اهلا بكم في قناه سمبوسه وبسبوسه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كب كيك بمربى الفراوله، هتعجبكم وتعجب الاولاد. اول حاجه هنحط كوبايتين من الزبده بدرجه حراره المطبخ وهنضربها لغايه لونها ما يفتح. بعد كده هنحط كوبايه ونص من السكر الابيض وهنضرب كويس جدا عشان السكر يتجانس مع خليط الكيكه. وهنجيب من الجوانب، هنضرب تاني كويس جدا. بنستمر في الضرب من 3 دقايق ل 5 دقايق بين كل واحدة والتانية. هنحط 4 بيضات ومعلقة صغيرة فانيليا ونضرب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنضرب. بعد كده هنحط نص كوباية من الزبادي. الزبادي هيخلي طعمها جميل جدا وتبقى هشة اسفنجية. هنضرب كويس جدا تاني. هنحط بعد كده 3 كوبايات من الدقيق ورشة ملح ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة بكربوناته. هنضرب كويس قوي. بعد كده انا حسيت ان هي عايزة زبادي تاني فحطيت نص كوباية زبادي. نجيب من الجوانب بقى اخر مرة ونضرب كويس قوي. هنلاقي الكيكة طرية معانا وجميلة. هنجيب بعد كده كوبايات فويل وهندهنها بالزيت. دي بتتباع عند مستلزمات الحلويات. شوفوا قد ايه الكيكه طريه. هنحط نص الكبايه عشان لسه هترتفع في الفرن، ما نملاهاش قوي. ده شكلها اللي هي قبل ما تدخل الفرن. تدخل الفرن على درجه حراره 180 لمده من تلت ساعه لنص ساعه مع متابعه كل فرن حسب الافران. بعد كده هنجيب معلقه صغيره وهنشيل القلب بتاع كل كيكه. طبعا ده مش هيترمي، ده هيتاكل. بعد كده هنعمل مربى الفراولة. 300 جرام من الفراولة ندبلهم على النار كده من مدة دقيقتين 3. هنحط بعد كده تلت كوباية سكر أبيض وهنفضل نقلب لغاية ما السكر الحرارة تدوبه. ونفضل نقلب فيها لمدة تلت ساعة علشان تدي القوام المظبوط. بعد كده نحط معلقتين صغيرين من النشا وهنقلب كويس جدا ونص عصير ليمونه. طبعا الليمون هيديها مزازه كده. بعد ما الفراوله بردت هنحشيها. بعد كده هنحط كوبايتين لبن ساقع، معلقه كبيره من السكر البودره وكوبايتين من الكريمه اللباني البودره او كوبايتين من الكريم شانتيه. هنفضل نضرب كويس جدا لغايه ما القوام يبقى معانا طري. هنقسمها نصين. النص الاول هنحط فيه نص عصير ليمونه والنص التاني هنحط فيه معلقتين كبار من الفراولة المربى اللي احنا لسه عاملينها. هنقلب كويس. وده شكلها بعد ما حشينا المربى. هنزوقها، وطبعا الزواق حسب الرغبة. انا هنا زوقتها بالكريمة اللي احنا لسه عاملينها. طعمها جميل جدا وهتعجبكم ان شاء الله. وهي بعد التقديم جميلة جدا جدا وبالهنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.